السلام عليكم. هل تجربتي للسماعه الانكر الار 50 اي ان سي الجديده كانت تجربه مرضيه بالنسبه لي؟ عشان انت احترت كتير وعشان دخلت سمعت في ريفيوهات كتير للسماعه دي، فانا النهارده جايب لك الخلاصه. هنعمل مع بعض تجربه للصوت في المكالمات وفي الاستماع، صوت المايك اخباره ايه، صوت السبيكر اخباره ايه، وده المهم وده اهم حاجه اصلا في السماعه. فيلا بينا نشوف خلاصه التجربه بتقول ايه. ما تنساش تشترك في القناه لو عجبك المحتوى وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ويلا بينا. والانكر الار 50 اي ان سي واحده من السماعات اللي انتشرت في الفتره الاخيره انتشار مهول جدا بين مؤيد ليها ومعارض لصوتها. فخلينا نجرب مع بعض في الفيديو ده الصوت بتاعها. ده طبعا شكل الكرتونه، والعلبه بيجي جواها اليوزر مانوال او الكتالوج، وعندك السماعه بالشكل اللي انت شايفه ده، وعندك وصله تايب سي بتشحن السماعه طبعا، وعندك كمان الودانات بمقاسين مختلفين. اما بالنسبه بقى للسماعه فهي بالشكل او التصميم اللي انت شايفه ده. وعندك حاجه جميله هنا جدا، هو عباره عن ستاند لو فتحناه وحطيناه كده وجبنا اي موبايل حطيناه بالشكل ده اللي انت شايفه ده كده، ممكن يبقى ستاند عادي جدا للموبايل. فدي حاجه محترمه جدا بالشكل اللي انت شايفه ده، حاجه محترمه جدا وممكن تنفعك في اوقات كتير. اما بالنسبه للخامات فالخامات يا جماعه محترمه محترمه محترمه، وده مش غريب على ساوند كور. دي حاجه بصراحه هم متميزين فيها من زمان. عندك بس سماعه من جوه بخامات برضو محترمه جدا بالشكل اللي انت شايفه ده، من نوع جلد طبعا. طبعا التصميم ده بيديك عزل محترم. مبدئيا يا جماعه تجربه الصوت بعد استماع لحاجات كتيره جدا هي تجربه مرضيه بالنسبه لي. فتحه السبيكر نفسها الحجم بتاعها 10 مللي، وده رقم صغير بالنسبه لي، عكس مثلا السماعه اليو جرين الاتش 5 اللي كان فتحه السماعه بتاعتها او السبيكر بتاعها قطرها 16 مللي. فده رقم صغير، ولكن اداء الصوت كان ممتاز جدا في جميع المراحل. وانا بستمع لاي حاجه فيها بيس او اي حاجه فيها صوت عالي، اي حاجه فيها صوت بودكاست من غير اي عوامل خارجيه، هي تجربه مرضيه بالنسبه لي في الاماكن المقفوله. ولكن لو في مكان هادي زي ده وحد قاعد جنبي وانا معلي صوت السماعات على الاخر، اللي جنبي لو بيني وبينه مترين هيبقى سامع اللي انا بسمعه كويس. ودي برضو حاجه من الحاجات المهمه اللي قلت اقول لكم عليها. فتجربه الصوت بالنسبه لي وبالنسبه لك انا متاكد ان انت مش هتعاني مع جودتها خالص، ولا هتعاني مع علو الصوت او وطو الصوت بتاعها. حاجه اللي بعد كده، بما ان السماعه دي ANC، فاداء الANC فيها محترم جدا جدا، بيعزلك عن اللي حواليك بنسبه 80% ل 90% وانت بتستمع لاي حاجه على السماعات. ولكن لو لابس السماعات من غير ما تستمع لاي حاجه، ودي كانت حاجه كويسه بالنسبه لي لانه برضه بيعزلك عن اللي حواليك بنسبه من 60 ل 70%، فدي برضه حاجه محترمه جدا. ودي خلاصه تجربه الاستماع في السماعه. اما تجربه المكالمات، ودي برضه من اهم الحاجات واللي ناس كتير اشتكت منها، فاحنا هنعمل تجربه بسيطه جدا. احنا هندي السماعه دي لحد ينزل بيها الشارع في مكان زحمه جدا ويكلمنا على الموبايل ده، ونفتح السبيكر نسمع انا وانت الصوت، ونشوف ونقيم مع بعض هل اداء الصوت ده في الاماكن المفتوحه والاماكن اللي فيها دوشه وعربيات اداء كويس، ولا اداؤه مش كويس ومش هيعجبنا. يلا بينا نخوض التجربه مع بعض. اتفضل يا استاذ هشام، انزل الشارع، اربط السماعه دي عندك وكلمني وانت في الشارع في مكان زحمه جدا. اهم حاجه يكون مكان فيه عربيات وزحمه جدا، تمام؟ وهشام كلمني وقال لي ان هو وصل للمكان الزحمه، فيلا نرن عليه عشان نسمع صوت المايك في الاماكن او في الشارع عامه. شارع بقى فيه هوا، الفتره دي الجو وحش خالص، والشارع كمان فيه عربيات، موتوسيكلات، تكاتك، ناس ماشيه، مكان زحمه يعني. الو الو يا حبيبي، ماشي. عامل ايه؟ كله تمام؟ سامعني انت كويس؟ صوت عندك بالنسبه لي انا عامل ايه؟ صوت انا عامل ايه عندك؟ تمام واضح جدا. واضح؟ طب انت سامع دوشه حواليك؟ يعني انت سامعني لما باجي اتكلم كده، انت سامعني تمام وسامع الدوشه ولا سامعني انا بس؟ وسامع الدوشه، بس الدوشه نقطه واضحه، يعني السماعه عدلة شويه. عازلاك يعني؟ اه طيب تمام. الجو هوا كده يعني في زحمه يعني وكده. انا ماشي في الشارع بقى وبقرا حاجات. طيب يا هشام ماشي، تمام تمام. حبينا بس نسمع الناس. يلا حبيبي سلام. طبعا انا جربت الصوت كذا مره وكذا مكالمه وحتى وانا في العربيه، فانا هقول لك تجربه المايك. زي ما انت شايف، انت سامع صوت الموتوسيكلات، صوت الكلاكسات بتاعت العربيات، سامع صوت حواليه. مش هقول لك ان هو يعني جبار، ولكن انا سامعه
سامعه بشكل كويس، وده هو ماشي في الشارع. لكن لو انت راكب بايك مثلا او راكب موتوسيكل مثلا او مكان او جنب شباك فيه هواء، فدي مشكله، لان برضو بتاثر بشكل كبير جدا على اللي بيكلمك. وهي دي تجربه الصوت باختصار، انا اختصرتها لك في موضوع المكالمات وموضوع الاستماع، بس دي تجربه الصوت. نكمل بقى مع بعض الامكانيات الثانويه. طبعا الساعه مقاومه للماء بمعيار اي بي 54، ودي حاجه محترمه جدا. لو انا في الجيم او بجري فهي مقاومه للتعرق، مفيش مشكله. مقاومه لسقوط الامطار، برضو لو جه عليها شويه ميه مفيش مشكله، لكن ان هي تغمرها في الميه ده مش صح اطلاقا. فيها 4 مايكات، لو انت عايز تعمل فلوجايه او حاجه فدي برضو متاح بشكل كويس. برضو انا جربت الموضوع ده. ولكن لو انت بتلعب ففي تاخير ملحوظ لو انت شخص محترف. لو انت على مود الالعاب التاخير ملحوظ، لو انت شخص محترف العاب هتلاحظه. لكن لو انت شخص هاوي زي حالاتي مش ملاحظ اي حاجه خالص وبلعب بشكل سلس، مفيش فيه اي مشكله خالص. صوت محيطي كمان تريبل، مفيش فيه اي مشكله خالص. طبعا السماعه بتشتغل على ابلكيشن ساوند كور، ودي حاجه كويسه جدا، تقدر تتحكم في كل حاجه من خلال الابلكيشن. ودي كانت التجربه باختصار شديد. انا مش جاي اديك ارقام وخلاص، انا جاي اقول لك الخلاصه. دي كانت تجربتي مع السماعه بالبلدي خالص، وشايف ان اميز حاجه في السماعه صوتها في الاستماع وبطاريتها الجامده جدا وتصميمها الخرافي. دول اميز 3 حاجات في السماعه. لكن المايك مش اميز حاجه، في منافسين كتير جدا العزل احسن من كده والمايك احسن من كده. ولكن هي دي التجربه باختصار قدام عينيكم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.